هبه. ايوه يا ماما. هبه وحشتيني قوي يا بنتي. الحمد لله بالسلامه يا حبيبتي. وحشتيني يا هبه. وحشتيني قوي يا ماما. وحشتيني يا حبيبتي. وحشتيني يا هبه. هبه رايحه فين يا هبه؟ اوضتك اهي. معلش يا ماما، انا من هنا ورايح انام في اوضه بابا. يا حبيبي يا بابا، طعم الفرق مر والعيشة من بعده أمر، لكن هنعمل ايه؟ البركة فيك وفي سيد. ربنا يا بنتي بيقطع من هنا وبيوصل من هنا. يلا يا حبيبتي غيري هدومك على ما احضر لك لقمة قبل الناس ما تيجي تسلم عليك. ده انت تلاقيك على لحم بطنك. معلش يا ماما، انا مش عايزه اكل، ماليش نفس. أنا سلمت نتيجة المادة بتاعتي لسيادة العميد من نص ساعة. أنت عارف يا فهمي أنا دايما بسبقك. والنسبة كام؟ نسبة غريبة جدا يا فهمي. تصور النسبة عندي 90%، واللي أغرب من كده كمان إن الدرجات متقاربة من بعضها قوي قوي. وأنا عندي نفس الحكاية. إيه اللي جرى؟ التنافس اللي أنت حطيت الدفعة على سكته. الحرية الشخصية اللي فضلنا نناضل وراها يا فهمي لحد ما اتحققت في كليتنا ادت للكل الثقة في نفسه، وشيء طبيعي جدا. الثقة بالنفس لازم توصل لكده. وايه اخبار الاوائل عندك؟ وبعدين يا فهمي انا عارفك انت بتسأل على مين بالذات، لكن مش هريحك. تعرف بقى يا فهمي شرف المهنة بيحتم عليا كده. ما هو بيحتم عليا انا كمان. وبعدين انا بسألك سؤال عام، خصوصا بعد ما سلمت النتيجة وانا خلاص قفلت وهسلمها. لا عام ولا خاص يا فهمي، انت عارفني في المسائل دي ما بعرفش ابويا بصراحة، وده اللي بيخليني احترمك على طول. طب يلا قوم بقى سلم النتيجة بتاعتك لسيادة العميد وتعالى عشان نمشي. الله، وانت ملهوف كده ليه؟ في ايه؟ مفيش حاجة، عازمك النهاردة على الغدا، عايزين نقعد مع بعض عشان نتباحث امور بلادنا. طيب خليك انت هنا استناني، انا هروح اسلم النتيجة دي للعميد وارجع نتكلم معاك في الامور الاقتصادية بالذات اللي كاتمة على نفسنا. تحبي ارسم لك عمارة كبيرة يا أميمة؟ لا يا ابله هبه، انا مش عايزه عماره كبيره، انا عايزه بيت صغير قد كده. وش معنى بقى بيت صغير قد كده ومش عايزة عمارة كبيرة؟ عشان اقدر انضفه وما اتخانقش مع السكان كل شويه زي صاحبه العماره اللي قدامنا. يا خبر. لا 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 خلاص، احنا ملناش دعوة بيها، احنا هنرسم اللي انت عاوزاه. الا انت مسافره مصر امتى يا ابله هبه؟ ليه يا حبيبتي؟ عشان بقيت عاوزاكي تقعدي معانا على طول. معلش، انا هسافر حبه صغيره. ابي سيد بعت لي تلغراف النهارده، هسافر له بعد بكره ان شاء الله، هشوف معاه النتيجه وارجع لك على طول. خايفه لحسن تروحي وما ترجعيش. ليه يا حبيبتي بتقولي كده؟ اصل انا ما بحبش ابي سيد ده. يا خبر يا أميمة، ابي سيد ده طيب خالص وبيحبني. ما عشان كده ما بحبوش، هياخدك مننا وتبعده. هبه مبروك يا هبه، الف مبروك، امتياز في كل المواد. الحمد لله. مش معقول. وسيد عمل ايه وانت؟ انا جيد وسيد امتياز. طب بقول لك ايه، تعالى دلوقتي نشوف الترتيب العام. لا ما هو سيد سبقك وطلع يشوف. مبروك يا سيد. مبروك يا هبه. انا مش مصدق نفسي. معقوله هتطلعي الاولى على الكليه رغم الظروف اللي مريتي بيها وانا اطلع التاني زي العاده؟ انا كنت خايف عليكي قوي. انا بقى ما كنتش خايف، انا كنت متاكد ان محدش هيطلع الاول على الكليه غير واحده بس، هي هبه. بس اسمع يا سامي، انا فعلا مع سيد في الكلام ده. اصل الظروف اللي انا مريت بيها كنت خايفه جدا لا تحتفني لورا. ساعتها بقى كنت هطلع انا الاول، لاني ما اسمحش لاي حد ياخد مكانك غيري انا. الحمد لله يا سيد، ربنا ستر. الف مبروك. مبروك لينا احنا الاثنين يا هبه. وانا لا. مبروك لينا احنا الثلاثه. ايوه كده. يلا بينا.
الف مبروك يا باشمهندس، الف الف مبروك. ايه مبروك على ايه؟ الباشمهندس طلع التاني على الكليه. التاني على الكلية؟ امال طول السنة فالقني وعمال تغيظ فيا وكنت دايما تقولي انك هتطلع الاول ليه؟ هروح اعمل الشربات. لا خليها قهوة سادة يا قاسم. طبعا هبة هي اللي طلعت الاولى عليك وعلى غيرك زي العادة. ايوه هي يا مدام. والله برافو عليها، عرفت تجيب مناخيرك الارض. ست أمينة، ست أمينة، في ايه يا استاذ سعد؟ مبروك يا ست أمينة، هبة طلعت الأولى على الكلية زي كل سنة. يا رب عوض الصبر خير. اسمع يا صالح ترتيب ربنا، بنتك خلصت كليتها وطلعت الاولى زي ما كنت بتحلم. اسمع يا صالح حلمك اتحقق اهو. هيسمع ازاي يا طنط؟ هو مش مات خلاص؟ سيبيها يا أميمة تفرح بطريقتها. عقبالك يا بنتي، يا رب افضل عايش واشوف زيها كده. انا رايح ابلغ الخبر لكل الحبايب. وانا رايح اشتري الشربات. ما تزعلش مني يا صالح، اللي رايح اشتري الشربات وما انتش هتدوقه. وحياة قلبي وافراحه وهنا في مساء وصباحه، ده مفيش فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه. وحياة قلبي وافراحه وهنا في مساء وصباحه، ده مفيش فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه. ايه بصيد الله، وانت اللي فيك يا اخي ما بيتغيرش. ارجوك يا سامح، انا مش فايق لهزارك ده دلوقتي. مالك صحيح يا سيد؟ اسكتي خالص ما تتكلميش، مش عايز حد يتكلم معايا خالص النهارده. معلش يا هبه يا بنتي، انت لازم تقدري ظروفه. معلش يا هبه، دلوقتي الحالة تهدى كده ويروق. هو كده دايما، كل مرة ينجح فيها بدل ما يضحك يعيط. طب ليه؟ الظاهر انها حاجة لها صلة قديمة بعيلته مش بحد تاني. انت ما تشغليش بالك. انا مش شغلش بالي ازاي؟ الله يا طنط، طب هو ليه يعمل كده؟ وكمان هو ليه ما قاليش؟ ليه ما صرحنيش؟ السيد ده انا عارفه طول عمره كده، ينفعل يفعل وينزل على ما فيش. بصي يا حبيبتي، سامح وسيد يعرفوا بعض من زمان قوي وياما شاف منه. انت كمان بكره لما تعرفيه هتشوف ان قلبه طيب قوي قوي. هبه، انا اسف يا هبه، ما كانش قصدي اضايقك. لا ابدا يا سيد، احنا ما فيش ما بيننا اسف. هو زي ما كناش احنا هنستحمل بعض، مين بس اللي هيستحملنا؟ ربنا يكملك بعقلك يا بنتي ويبعد عنك الوحش كله. الو، بيت الطالبات؟ اديني الطالبة هبة من فضلك. نقول لها مين يا فندم لانها مش موجودة دلوقتي؟ قولي لها معجبة وعايزة تبارك لها. طيب معلش، انا هبقى اطلبها بعدين وتكون موجودة. طيب يا فندم على راحتك، بس لو تسيبي تليفونك وهي لما ترجع تكلمك يكون افضل. لا، ما انا لو سبت لها النمرة هتعرف انا مين وتبوظ المفاجأة. ويا ريت كمان ما تقوليلهاش ان في واحدة طلبتها. نعم؟ ما تقدريش تخبي عليها حاجة زي كده؟ طب يا فندم اللي تشوفيه صح اعمليه. متشكرة قوي. انت عيبك انك مش محتكه بالناس قوي، وده اللي مخليكي عاطفيه اكتر من اللازم. يعني ايه يا دكتور؟ يعني من الواضح انك في حبك هتدي عقلك اجازه، وده اللي مخليكي مش قادره تحددي اذا كان اللي عمله سيد يوم نجاحكم حاجه بسيطه وتعدي زي ما قالت لك الست جليله، ولا حاجه مهمه لازم تقفي عندها وتفكري. انا في دوامه يا دكتور ومش عارفه افكر كويس، بس حاسه بحاجه عجيبه قوي عمري ما عشتها. حاسه ان كل حاجه في حياتي بتجري بسرعه مخيفه مش قادره افهمها. اعرف سيد، ارتبط بيه بسرعه البرق. اعرف الست جليله اذاكر عندهم بعد سنين طويله كنت بذاكر فيها لوحدي. ابويا يموت احضر عزاه وارجع في نفس اليوم، اذاكر وانجح بنفس التفوق. جرى ايه؟ انا ما عدتش فاهمه اي حاجه. انا حاسه زي ما يكون القدر بيزقني وانا ماشيه قدامه،
كويس يا هبه انك بداتي تقف على رجليكي وتبصي حواليكي عشان تعرفي نفسك كويس وتعرفي اللي حواليكي تفكري في اللي جاي، لان اللي جاي اخطر من اللي فات يا هبه. طب اعمل ايه؟ اولا عم صالح خلاص الله يرحمه، وانت دلوقتي بقيتي مسؤوله عن نفسك تماما ومسؤوله عن والدتك اللي عايشه عشانك مستنياكي. وثانيا وده الاهم، انك لغايه دلوقتي لسه ما تعرفيش سيد كويس. انا عايزك تسالي نفسك ليه سيد النهارده انفعل عليكي؟ ليه كان بيعيط؟ ما هي الست جليله وسامح قالوا لي ان دي عادته، كل ما ينجح يعيط. وهو المفروض اللي بينجح بيعيط. هبه الحذر، كل الحذر انك تضيعي الوقت قبل ما تدخلي في دماغه، تعرفي حقيقه مشاعره المستخبيه. طب وانا هعرفها ازاي يا دكتور الا بالاحساس؟ والاحساس عمره ما يكذب يا هبه. يبقى خلاص يا دكتور مفيش داعي للقلق. انا احساسي بسيد المدفون جوايا اكتر بكتير مما تتصور او يتصوروا اي حد في الدنيا. هتوحشوني. يا ريتني ما هربتكم. وبسلموني على الهبه، قولوا لها ما تنسانيش ولا انتم كمان تنسوا حكايتي. هفضل فاكراكم وفاكراها حتى في قبري. ايه ده؟ مالكم في ايه؟ بحس ان ابوها جابها وجاي ياخد حاجاتها من البيت. ليه؟ تصوري ما دخلتش الامتحان والمديرة عرفت وبعتتهم. طب ليه؟ ليه محاسن تعمل كده؟ دي حكاية طويلة يا هبة، وربنا يلطف بينا كلنا. يا خسارة يا محاسن. كلنا حذرناها وانا بالذات، لكن هي اللي اختارت. هي اللي اختارت. انا اتكلمت معاها، دي وعدتني، قالت لي انها خلاص لقيت الانسان اللي بيحبها وهترتبط بيه طول العمر. مسكينة صدقته لما قال لها هتجوزك ونشيلك من الفقر واخدك لفوق، وكل يوم تخرج معاه وضيع عليها الامتحان وخدرها بفلوسه وصرفوا عليها، اعتبرته شهادتها اللي هتروح بيها لأهلها. وعند الجد قال لها مش هقدر اتجوزك بعد ما ابوها عرف كل الكلام ده. ابوها عارف، وهي اللي اعترفت له بكل حاجة قدام المديرة. ولا كلمة زيادة واصل يا حضرة المديرة، وما تخافيش، انا مش هبلغ فيكي وافضح نفسي في الجرايد، لاني هاخد بنتي معاي وارجع البلد رفع راسي. فز يا محاسن، شيلي خلقاتك خلينا نلحق قطر المغرب. محاسن رايحة فين؟ ابوي هياخدني يدفني في البلد ويرفع راسه. محاسن انت مش هتروحي مع حد يا محاسن؟ شيلي خلقاتك يا محاسن خلينا نلحق القطر. ارجوك يا عمي اتوسل اليك، اذا كانت غلطت ممكن تعاقبها باي عقاب، بس ما تحرمهاش من شهادتها. هي دي سلاحها الوحيد مدى الحياه. اللي بتكلمك دي يا حاج الطالبه الاولى على كليه الهندسه، وكلنا معاها في اللي بتقوله، واذا كان فيه مجرم ضيع عليها سنه فما تضيعش عليها انت عمر بحاله. ارجوك يا عمي ارجوك، اذا كانت غلطت انه سامح كريم هي خلاص اتعلمت من الدرس ده. حاضر يا بنتي، علشان خاطرك انت بالذات انا هرجع من غيرها، لكن رفع راسي. حصل ده جريمه بشعه، والراي العام كله ساير وبيطالب باعدام الاب والمجرم الثاني اللي ضحك عليها.
انا تعبان ولازم اروح. ليه يا فهمي؟ مالك يا فهمي؟ حاسس بايه يا فهمي؟ حاسس ان مستقبل بلدنا مظلم ما دام بنفكر بالطريقه دي. طريقه ايه؟ نسيب الحمار ونمسك في البردحه. يعني ايه؟ يعني الحادثه اللي حصلت دي وانقلبت عليها الدنيا هتفضل تتكرر اذا كانتش تتعالج من جذورها، وهيفضل القضاء العادل يحكم بالعدل في مجتمع ما فيهوش عداله. تقدروا تقولوا لي مين المجرم الحقيقي في قضيه مجتمع بالشكل ده؟ ما بيفرزش الا الجهل والفقر والتخلف والتبعيه. مش هي دي افرازاته طبيعيه؟ تقدروا تقولوا لي مين المجرم الحقيقي؟ انا تعبان ولازم اروح. طيب يا سياده العميد، اسكت سيادتك هتفضل قاعد؟ انا مروح انا كمان لان انا تعبان. استنى خدني معاك، مش انت وهو بس اللي تعبانين. يلا بينا نحط تعبنا على تعب الدكتور فهمي نشوف ايه الحل. أمي الحبيبة، وصلني خطابك صباح اليوم، وقد قرأته مرارا ليعيد لي التوازن النفسي. كنت محتاجة إليه بعد أن رأيت بعيني تلك الحادثة التي هزتني من الأعماق، وعشت أياما سوداء في أعقابها، لا أعرف لأي شيء طعم أو مذاق، وطاردني اليأس وسيطر علي، إلى أن انتزعني الدكتور فهمي من هذا اليأس اللعين الذي كان يعشش بداخلي، وتأكد لي أن السلاح الذي ملكني إياه أبيه هو خير وسيلة للدفاع عن النفس، بل هو أول خطوة صحيحة على الطريق الذي ننشد. ادخل. تليفون عشانك يا هبه في اوضه المدير. من مين؟ مش عارفه. ادخل. مساء الخير. مساء النور يا هبه. متشكرة. الو. ايوه يا فندم، انا. مين حضرتك؟ خير؟ سيد جراله حاجه؟ ما تتخديش قوي كده، ده بني ادم ما يستاهلش نوخه بزاه ويقتله صوابع العشرة شمع وما تمرش فيه. انت لازم تسيبي سيد قبل ما يغرقك ويسيبك وترجعي تندمي. سيد بيكرهك. امال بيقابلني ليه؟ بيخدعني مثلا؟ مفيش حد بيحب حد ويكون بيخدعه ابدا، وانا وسيد بنحب بعض، مش ممكن اي واحد فينا هيفكر يخدع التاني او يأذيه. عن اذنك. طيب يا هبه، انا وانت والزمن طويل. مفيش حد عاوز يسيب حد في حاله. هي الناس بقت وحشه كده ليه؟ طول ما كل واحد بيحاول يتدخل في خصوصيات غيره يبقى مفيش امل. لا يا فندم، الامل موجود طول ما في ناس عاوزه تحققه. تقصدي ايه من ورا الكلام ده يا هبه؟ اقصد ان احنا داخلين على مرحله جديده في حياتنا، المفروض اننا نصارح بعض بكل حاجه تخصنا احنا الاتنين علشان حياتنا تبتدي على اساس سليم. ومالك بتكلميني وانت منفعله بالشكل ده؟ صفيناز هاني مكلمتني. صفيناز مين؟ مرات اخوك. انت تعرف واحده تانية بالاسم ده؟ لا طبعا، بس يعني كلمتك بمناسبه ايه؟ بتحذرني منك، بتقولي انك بتخدعني باسم الحب اللي انت بتكرهه. انا بكره الحب وبخدعك يا هبه؟ المجرمه هي قالت لك كده؟ اوعي تكوني صدقتيها يا هبه. لا طبعا انا ما صدقتهاش، بس انا بصرحك بكل اللي قالته لي دلوقتي عشان عايز اعرف منك حاجه واحده بس.
ايه اللي خلاها تحذرني وتتصل بيا؟ الحرمان، حرمانها من الضنا يا هبه بيخليها تلطش. هي ما بتخلفش. ايوه، عشان كده هي واخويا الدكتور احمد ما بيحبوش يشوفوا اي حد سعيد، عايزين يحطموا سعادتي، يشوهوا صورته قدامك يا هبه، لكن انا واثق انهم مش هينجحوا. تصوري ان صفيناز هانم دي فاكره ان الكره اللي اتزرع بيني وبين اخويا احمد ممكن يطرح خيانه؟ مش ممكن، مستحيل. عرفت ليه يا هبه هي عايزه تدمرني؟ عرفت ليه انا بكره الخيانه؟ انا بحلم يا هبه، بحلم ان حياتي تبقى دافيه مليانه بالحنان والحب والامان، ما فيهاش الخداع والغدر والخيانه. انا عمري ما هكون صفيناز، وانا عمري ما هكون الدكتور احمد. عشان كده بقول لك ان انا مستعد دلوقتي ان احنا نكمل حبنا ونرتبط رسمي. لا لسه بدري يا سيد. لسه بدري ليه؟ مش خلاص اتخرجنا ومن حقنا دلوقتي نتصرف في نفسنا؟ لا أعرف ماذا أكتب. لقد استطاع سيد ببساطة أن يجعلني أوافق على ما يريده. الشيء اللي مش قادرة أفهمه هو إني في كل مرة بنختلف فيها أو بيحصل بينا أي سوء تفاهم بحس إنه بكل سهولة بيقدر يشيله بكلماته الرقيقة الحنونة، وبحس بالخجل من نفسي. أنا مش عارفة هل أنا بسامحه لأني بحبه بصدق فبصدقه في كل ما بيقوله، ولا إنه فعلا صادق وصدقه بس هو اللي بيمسح كل ضيق أو أي حزن أو أي شيء بيحصل لي. النهاردة كمان بعت تلغراف لماما أمي الحبيبة، بعت لها تلغراف علشان تحضر حفل تكريمي على أوائل الكلية في ال10 سنين اللي فاتت. الحفلة دي يوم الخميس الجاي إن شاء الله. قد إيه كنت بتمنى إن بابا يحضر معاها، ولكن قدر الله وما شاء فعل. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كانت كلية الهندسة تقيم هذا الاحتفال تكريما لل10 الأوائل على الكلية خلال ال10 سنوات الماضية، فإنها تقيمه على وجه الخصوص تكريما لفتاة ضربت كل التوقعات وحققت ما لم يحققه أحد خلال هذه ال10 سنوات، من حيث السلوك القويم الذي ينبغي أن يحرص عليه كل طالب علم بالجامعة. لم تنس لحظة أن العلم والتفوق هدفها الأساسي وأن ما عداه ثانوي. لم تنس لحظة أن الحرية الشخصية مسؤولية كبيرة أخذتها على عاتقها ولم تفرط فيها لأنها أمنية لها، ناضلت من أجلها فتحقق لها ما أرادت. تلك الفتاة الوحيدة منذ إنشاء الجامعة التي تحصل على تقدير امتياز في كل المواد، والتي نبدأ بتكريمها الآن، الآنسة هبة صالح. مش هقول لكم كله يعني. ألف مبروك يا ست أمينة.
والحمد لله ان ربنا عوض صبري الخير في هبه. على قد ما انا فرحانه لكن حزينه. كان نفسي ابوها يشوف اليوم ده. كلنا عارفين يا ست أمينة أبوها ضحى في حياته وتعب قد إيه عشان هبة توصل لليوم ده وتفرح بها ونفرح بها كلنا. مظبوط يا ست جليلة، عشان كده أنا حاسس إن دي أحسن فرصة، خصوصا وأنا وسط ناس بعتبرهم أهلي بالظبط، إني أطلب منك يا ست أمينة إيد بنتك هبة. انا يا ابني هعمل زي ابوها ما كان بينصحني دايما، وهو ان الرأي رأيها. هبة موافقة؟ طبعا موافقة يا سيد. ودي عايزة كلام. الف الف مبروك عشان تبقى فرحتنا فرحتين. دي بقى المفاجأة الحقيقية صحيح النهاردة. مبروك ابو السيد، مبروك يا هبة، وعقبالي. معلش ما يقع على الشاطر. مساء الخير. انت مش هتبطل تضرب الجرس بالطريقه دي يا سيد؟ مش معاك مفتاح؟ ما بتستعملوش ليه؟ في الحقيقة ما كنتش عارف ان حضراتكم لسه صاحيين. ولا انت كنت قاصد تقلق منامنا لو كنا نايمين؟ مظبوط كده يا مدام. يا سلام عليكي، دايما كده تلقطيها وهي طايره. ليه تعمل كده يا سيد؟ ليه؟ لاني عايزك في موضوع. ما كانش عندك حق لما قلت ان في ناس خير. بتدي على طول الخط. خير ان شاء الله. ناس بتدي على طول الخط. لا خير ان شاء الله، ما تخافش. دي حاجه كده بخصوص مستقبلي. انا مش فاهم. لا انا مش ماشي دلوقتي. وانا هفهمك. شغل اوفر تايم، مسؤوليات المنصب. قاسم تعالى اقفل التلفزيون. حاضر. ما تتكلم ولا ما تشوف تتكلم قدام صفي ناز؟ لا وانا هتكسف من ايه يعني؟ انا نويت اخطب. تخطب؟ ايوه. متهيألي انا دلوقتي اتخرجت ومن حقي ارتبط بالانسانه اللي بحبها. قول كده. قول انك تعرف واحده من زمان وانك نويت تخطبها. ايوه مظبوط كده يا دكتور. مين بقى بسلامتها؟ هبه، الطالبه الاولى على اوائل الكليه باستمرار، وبالذات السنه دي. انا عايز افهم حاجه، انت شعبطت البت دي ازاي وعلى ايه؟ مش هي دي البنت اللي ادته مرجع بدل المرجع اللي ضيعه؟ هي يا دكتور اللي ادتني مرجع بدل اللي اتسرق من اوضتي، مش اللي انا ضيعته. الله، هنرجع تاني لقله الادب والسفاله ولا ايه؟ مش انا يا دكتور اللي قليل الادب وسافل. انا اللي قليلة الادب وسافله، وانا غلطانه ان انا كلمت الكاميريره بتاعتك دي علشان انصحها وما سمعتش كلامي. تنصحيها يا مدام ولا تخربي عليا؟ طمني ما تحاوليش، انا وهي بنحب بعض والخطوبه بكره. ايه بكره؟ ايوه في بيت سامح، وانا بعزمكم اهو. والله يا عال، والله يا عال، عال قوي. يعني احنا اخر من يعلم. ها عاوزنا بقى ضيوف شرف. اسمع، اذا كنت فاكر ان انت هتحطني امام امر واقع وما اقدرش اتراجع تبقى غلطان. انا ما اتخلقش اللي يتحكم فيا، فاهم ولا لا؟ حته عيل بتاع امبارح اهدى يا احمد اهدى. هو احنا في ديك الساعه لما يخطب؟ صافي ناز، انا اخوه الكبير، كان لازم يعرض عليا الامر من الاول ويسمع نصيحتي. اعتبره يا سيدي ان هو خد رايك وما عملش بنصيحتك. لا يا صافي ناز، انا لا يمكن هروح هناك ابدا ابدا، مش ممكن. عاوزه تروح انت اتفضلي، لكن انا مش هروح هناك ابدا ابدا. حته عيل بتاع امبارح مش راي عليا. ايوه قاسم. نعم يا ست هانت. نعم. روح انت على اوضتك دلوقتي. حاضر. مبروك يا سيد وعلى خيرة الله. وبعدين ما تاخدش على كلام احمد، انت عارف ان هو دكتور اعصابه انفعالي شويه،
وساعات انفعاله بيزيد شويه وبعدين ينزل على ما فيش. وبعدين انت لازم تعذره لانه مش فاهمك كويس، مش فاهم خططك وترتيباتك. مدام صفيناز، لو فضلت تلعبي بالنار النار هتطولك. مش مهم ده دلوقتي، المهم ان احنا هنحضر. ما كناش احنا اللي نقف جنبك في يوم زي ده، امال مين اللي هيقف؟ على فكره يا سيد انا فاهمك كويس قوي، انت فاهمني. واذا كنت بتعمل كده علشان ما نجيش، لا اطمن، احنا هنيجي يعني هنيجي. برضه مفيش فايده فيك يا احمد، ده بيحاول ينرفزك عشان يسحبك للسكه اللي هو عايزها. انت قصدك ايه؟ واضح قوي ان هو مش عايزنا نحضر. اذا كنت انت شربتها فانا لا، ولازم هنحضر. انت بتقولي ايه يا صفيناز؟ حضورنا دلوقتي هيبقى له معنى كبير قوي، خصوصا لو جه اليوم اللي هنظهر فيه الورقه. طبعا المساله دي انت ما فكرتش فيها، لكن انا بقى فكرت، ومن رايي تنزل دلوقتي ترمي له قرشين يجيب بهم الدبل. وبالطريقه دي هنفضل قدام الناس ان احنا اللي كنا مسؤولين عنه ماديا طول الوقت. ايوه يا صفيناز، بس تفتكري انه ممكن يقبل مني فلوس بعد العمر ده كله؟ ايوه، في الظروف دي ممكن يبلع الطعم وتبقى فرصه. ولو رفض؟ في الحاله دي يبقى حسن النيه متوفر عندنا. بس انا عايزه منك حاجه يا احمد، مش عايزاك اما تنزل تتنرفز عليه وانت بتديله الفلوس. اوعى تديله فرصه انه يمنعك انك تظهر بمظهر الاخ الحنين. يعني قصدك ان انا افوت له اي اهانه عشان اضيع عليه الفرصه؟ بالظبط. بس يعني مش نزولي دلوقتي ممكن يزود الشك عنده؟ طب ما يشك، وايه يعني؟ المهم ان الشك ده باي حال من الاحوال ما يوصلش للورقه. ما تضيعش الفرصه يا احمد، احنا عايزين نظهر قدام الناس بصوره عكس اللي هو مديها لهم عننا. معك حق. نمت يا سيد؟ خير يا دكتور؟ يا نعم. خد دول يا سيد. ايه دول؟ 200 جنيه عشان الشبكة. انت ايه اللي خلاك بقى تغير رأيك؟ طب خد الفلوس الاول وبعدين نتفاهم. لا بقى مش هاخدهم، لو قبلت اخد دلوقتي كنت خدت من زمان يا دكتور. معلش اعتبر دي حالة استثنائية عشان خاطر اخوك الكبير. برضو ولو انا خلاص مش محتاج لك، انا خدت حق الدبلتين من الست جليلة. طب والشبكة؟ والله بقى انا وهبه متفقين اني مش حد مشبكه. ها؟ طب ليه نظهر قدام الناس مزنوقين ماليا يا سيد؟ والله بقى دي حاجه تخصني انا يا دكتور. المظاهر مهمة يا سيد، واي بنت في الدنيا يهمها انها تظهر في اليوم ده قدام الناس. هبه مش زي غيرها يا دكتور، لا، هبه فاهمه ظروفي كويس قوي ومستغنيه عن المظاهر دي، واظن بقى الكلام في الموضوع ده مش محتاج اكتر من كده. طب خلاص يا سيد، خلاص يا سيد، انا ما يهمنيش يا حبيبي غير راحتك. حاجه غريبه والله. ايه جاي تحن قلب عليك ليه؟ خطه جديده دي ولا ايه بقى؟ لا خطه ايه يا سيد، خطه ايه؟ ده انت اخويا الصغير والضفر ما يطلعش من اللحمه برضه. انا في ديك الساعه لما اشوفك وانت عريس، ده اليوم اللي بنستناه. على كل حال يا سيد، مهما حصل منك فأنا متجاوز عن ده كله. وأنا وصفيناز هنحضر برضو إن شاء الله حفلة خطوبتك. أنا بقى مش عايزكم تحضروا، مش عايز حد منكم يحضر يا دكتور. حاضر يا سيد، اللي يريحك يا حبيبي نعمله. يا أهلا وسهلا، يا ألف نهار أبيض، ألف مبروك يا ست أمينة.
الله يبارك فيك. اتفضلي يا عروسه. متشكره قوي. اتفضل يا حبيبي. تسلم ايديك يا ماما. عادك يا ماما. عقبال ليلتك كده ان شاء الله يا هو سامح. لما اقرص ركبته. ايه يا ولاد، انتوا مش هتلبسوا الدبل ولا لا؟ صحيح. عقبال ما اشوف عروستك يا سامح يا ابني. بدعواتك في حياتك يا ماما. مساء الخير. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا يا خطوه عزيزه، يا الف مرحبا. اهلا اهلا. يا ريتني انا كمان بعرف ازغرط. اهلا يا مدام. انستي وشرفتي. ازيك يا سامح؟ اهلا بيك. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. في الحقيقه يا جماعه انا دلوقتي بس اتاكدت ان ليه حق يحبكم اكتر مننا. ده كلام برضو، ده انتوا الخير والبركه. مساء الخير جميعا. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا اتفضل يا فندم. اهلا وسهلا. خطوه عزيزه. ليلة سعيدة ان شاء الله. اتفضل استريح. مبروك يا باشمهندس. مبروك يا باشمهندس. حط الحاجات دي عنك يا قاسم. من عينيا. ربنا يجيب العواقب سليمه. الف مبروك يا سيد يا اخويا. الف مبروك. متشكر. مبروك يا هبه. الله يبارك فيكي. الحقيقه يا جماعه انا متشكره جدا، انتوا تعبتوا نفسكم خالص. اتفضل يا دكتور. يا خبر، تعبنا نفسنا ده ايه؟ ده اقل واجب. انا لولا عارفه انها خطوبه على الضيق انا كنت جبت قد اللي جبته 10 مرات وعملت اللي ما حدش قادر يعمله. هو احنا في ديك الساعه؟ هو انت اللي جبتيه الشوية؟ ربنا يخليكي لهم. ابقي خلي بالك من هبة، انت برضو مرات الكبير، يعني في مقام امها. امها ده ايه؟ امها ده ايه صحيح؟ الحقيقه ماما قصدها اختي الكبيره يعني. واضح ان مامتك طيبه قوي وعلى نيتها زيك يا هبه. ربنا يديم المعروف يا حبيبتي. والله اول ما دخلتوا علينا حسيت لاول مرة ان بنتي مش هتتجوز غريبة. ما غريبة الا الشيطان يا ست امينة، هي دلوقتي اختنا وكلنا بقينا عيلة واحدة. بقى ده الدكتور احمد ومراته اللي سيد شايلهم على دماغه وزاعق. حقيقي ياما في الحبس مظاليم. بقول ايه يا سيد؟ ايوه يا هبه. ما تحاول يعني تفتح معاهم كده صفحه جديده. انت اللي بتقولي كده يا هبه بعد كل اللي قلتولك عنها وعن تفكيرها المستمر في الخيانه؟ ولا انت يعني بيخدعك اللي بيعملوه ده؟ لا لا لا، انا بس مش عارفه اقول لك ايه بالظبط. اصل الحقيقه يا سيد لولا ان انا مش قادره اكذبك. يا هبه اللي بيفكر في الخيانه زيه زي الخان بالظبط. تقبلي ان اشوف الخيانه في عينيها، احسها بكل نفس طالع منها ومنه، ومع ذلك برضه تقولي افتح معاهم صفحه جديده؟ لا طبعا يا سيد، اذا كان ده احساسك انا مش ممكن هكذبه ابدا. هو انا بس كنت بقول يعني كنت خايفه لحسن تكون ظالمهم. هبه مبروك يا هبه. مبروك عليك انت كمان يا سيد. بقول ايه، مش نروح نقعد معاهم بقى لحسن يقولوا علينا قلات الذوق؟ يلا زي بعض. اللي يشوفنا واحنا بنمثل السعادة الليلة دي يدينا 10 على 10. تفتكر انا لو كنت خلفت وعندي ولد كنت قبلت هعمل فيه زي اللي انا بعمله في سيد دلوقتي؟ صافي نزه، انت قصدك ايه من الكلام ده؟ انت فاهم قصدي كويس قوي. الله، انت عاوزه تجننيني؟ تطيري برج من نافوخي؟ الله، كان لازمته ايه من الاول اللي بتعمليه ده كله؟ ولا خلاص ضميرك صح على اخر الزمن؟ اسكت خالص ما تتكلمش ولا كلمه. ادي اخر اخواتك اهو بيرتبط، بكره يتجوز ويخلف ويعيشوا السعاده الحقيقيه اللي انا اتحرمت منها. 10 اخوات قبلك كلهم مخلفين واولادهم بيجروا حواليهم الا احنا نصيبي وقعني فيك. ليه بتقولي 10؟
مش جاي السيد ده كمان يطلع ملوش ذريه زيي؟ اللي نفسي افهمه حاجه واحده بس، انت ليه خدعتني؟ ليه جوزتني؟ مع انك كنت عارف كويس قوي انك عاجز عن الخلفه. انا ما خدعتكيش يا صفيناز، انا ما كنتش عارف. لا كنت عارف. ايوه كنت عارف، وانت كمان كنت عارفه وقبلت تتجوزيني. لا ما كنتش عارف، ولو كنت اعرف ما كنت ساعتها قبلت اتجوزك. بس ارجوكي مفيش داعي للمواجهه دي وخليني ساكت. لا ما تسكتش، اللي انت عايز تقوله قوله. تنكر ان العيب منك انت ومنك انت كمان. ايوه ومنك انت كمان. احنا الاتنين يا صفيناز مش ممكن هيبقى لنا عيال في يوم من الايام. ايوه يا صفيناز وانت كمان مش هيبقى لنا عيال يا صفيناز، احنا الاتنين. عرفت ازاي؟ صفيناز انا دكتور وليا زملاء دكاترة متخصصين في امراض النساء والعقم. الدكتور اللي كنا بنتعالج عنده احنا الاتنين من غير ما نعرف بعض اكد لي ان احنا الاتنين مش ممكن هيبقى لنا ذريه.